بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي تختار المجال بتاعك؟ ده عنوان الفيديو وركز فيه جدا عشان الكلام اللي هقوله ان شاء الله هيستمر معاك لفترة طويلة جدا لو انت ركزت فيه بشكل كويس، مش حتى على سكيل او على وقت الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده. اختار المجال بتاعي بناء على ايه العوامل اللي انا لازم اقيسها في اي مجال هتعلمه. تعالى كده نشوف شوية حاجات مهمة لازم تحطها في اعتباراتك وانت بتختار مجال معين. اول حاجة الجوب ماركت، الشغل، الفلوس، توافر فرص الوظائف في المجال ده. انا عاوز اتعلم اي اي، خلاص يبقى انا لازم اعرف طلب الراجل بتاع الاي اي ده او التخصص اللي انت تخصصه في الاي اي قد ايه في السوق، كام شركه بتطلب ومعدل قد ايه سنويا. جميل، كام شركه اصلا بتستارت او بتبتدي في الحته دي. عاوز اتعلم فرونت اند، خلاص يبقى انت لازم تبحث عن الوظائف الخاصه بالفرونت اند وتوفرها في السوق ومتوفره قد ايه وكم شركه بتحتاجها وبيحتاجوها في ايه. لازم تشوف والسالاريز بتاعتها. النقطه دي مهمه جدا، كتير قوي بيغفل عنها لما يجي يبدا يتعلم برمجه، مع انه لازم يخليها في باله. وركز برضو على نقطه مهمه جدا انا حابب اقولها لك. احنا ما بنشتغلش وما بنتعلمش حاجه على اساس الشغف. الشغف ده ان شاء الله خليه في بيتك باذن الله، هيبقى جميل جدا جدا. احنا بنتحرك من المسؤوليه مش من الشغف، لان انت الشغف ده بيقل وبيزيد. والله العظيم انا صاحي النهارده مش عاوز اشتغل فما اشتغلش، ده ما ينفعش، مش موجود في حياتنا الكلام ده. واللي باع بالشغف او اتكلم عن الشغف على انه حاجه تقدر تحدد بيها كاريرك او تتحرك وراها، ده انسان انا يعني ربنا يهدينا ويهديه مش عارف اقول ايه بالظبط. بس فكره الشغف دي ممكن تبقى موجوده معاك وانت بتختار المجال، بس مش عامل الاساسي، عامل فرعي مش عامل اساسي. ازاي؟ لان أنا دلوقتي هتعلم مجال او في مجال مطلوب كتير في سوق العمل وهشتغل فيه بسرعه، بس انا بحب مجال تاني. مش من المنطقي ومش من العقل ان انا اروح المجال التاني وهي فرصه قليله وممكن ما اشتغلش فيه. اكيد هتعلم اللي عليه فرص كتيره. مش حاجه اسمها بحب او بكره اي حاجه، معلومه ليك، اي حاجه هتبدا وتتحرك فيها وتبتدي عشان تشتغل فيها هتحبها، بتتعود عليها وهتحبها. تمام كده؟ بس يعني اللي انا عاوز اوصله لك، ما بنمشيش بالشغف، بنمشي بيه الجوب ماركت، السوق بيقول ايه. عاوز اشتغل يبقى لازم اشوف السوق بيقول ايه عشان اشتغل، اشوف المجال ده طلبه او الطلب عليه في السوق عامل ازاي، وهل انا هلقى فرصه فيه بسهوله ولا لا. العامل التاني الكوميونتي، المجتمع، الناس اللي موجوده وبتتعلم نفس المجال ده. يعني هل هم قليلين ولا كتار؟ هل لو انا واجهتني مشكله هلاقي حد يساعدني ولا لا؟ حد مر بيها قبل كده ولا لا؟ حد بيحل المشاكل دي وبيتعامل فيها ولا لا؟ عشان ما لان احنا قلنا المجال بتاعنا معتمد اصلا على الاخطاء، مش معتمد على انه صح، على ان انت بتعمل صح، معتمد على ان انت بتغلط. فهل في كوميونتي موجود كتير جدا موجود وبيدعم المجال اللي انا عاوز اتعلمه ده ولا لا؟ هل بس الكوميونتي؟ طب السبورت، الدعم، هل الحاجه اللي انا بتعلمها دلوقتي ليها دعم وفي ناس مسؤولين عنها عشان يطوروها ويحسنوا فيها ولا لا؟ لان كل يوم بيبقى فيه جديد اصلا في مجال الكمبيوتر. فهل التيم اللي موجود سواء من الكوميونتي او من الناس المتخصصين على الحاجه اللي انا عاوز اتعلمها دي موجود وبيدعم بشكل مباشر الحاجه اللي انا عاوز اتعلمها؟ لان انا اكيد هحتك بحاجات كتيره موجوده في المجال، فمحتاج دعم على اللغه دي او على التراك ده او على التكنولوجي دي. فمهم جدا الجوب ماركت، مهم جدا الكوميونتي، مهم جدا السبورت. احتياجي، انا ممكن اكون محتاج اتعلم حاجه معينه عشان اشتغل بيها او علشان اعمل سيستم. زي ما قلت لك في البدايه خالص، انا ممكن اكون داخل مجال معين وليكن مثلا باك اند عشان عاوز اعمل سيستم اكس، محتاج فيه الباك اند. فرونت اند عشان اعمل بيه اكس. انا عاوز اتعلم اي اي عشان هعمل بيه حاجه معينه انا محتاجها ومحتاجها ضروري. فالاحتياج بالنسبه لي عامل من العوامل مع العوامل اللي فوق، مش لوحده. تمام، مش لوحده، مع العوامل الجوب ماركت والكوميونتي والسبورت، كلهم بيتخلطوا مع بعض عشان تطلع في النهايه تعرف تقول انا هتعلم ده. الليرنينج كيرف، هل الحاجه اللي انا هتعلمها دي هتاخد وقت طويل ولا وقت قصير؟ ما هو في حاجات الليرنينج كيرف بتاعها سريع تقدر تتعلمها بسرعه، زي انك تتعلم فلاتر الليرنينج كيرف بتاعه عالي بسرعه تقدر تتعلمه، خصوصا لو انت متاسس كويس في مجال البرمجه. فاروح اتعلم فلاتر ولا ممكن اروح اتخصص في تخصص دقيق في الاي اي هياخد مني سنتين وممكن 3 سنين كمان عشان ابقى كويس فيه والقى فرصه عمل كويسه؟
ما هو على حسب حتى الوقت المتاح معايا، وعلى حسب الحاجات اللي انا محتاجها عشان اتخصص في حاجه معينه. فالموضوع ما هواش كده وخلاص. والله ممكن اقول والله انا اتعلمت سايبر سيكيورتي. طب كم شركه في مصر او كم شركه في البلد اللي انت فيها اصلا بتوظف ناس في جزئيه السايبر سيكيورتي؟ هتشتغل فريلانسر؟ هتشتغل فريلانسر كباج هانتر مثلا ولا حاجه؟ يعني الموضوع بيبقى صعب جدا. ما تجيش تبص على مجال فرص الوظائف فيه قليله وتقول هتعلمه او هبدا بيه، ده غلط. الا لو انت قاعد على خميره وابوك خلاص موفر لك الفلوس، الكاش تحت رجليك، وده غالبا مش موجود. كلنا بنتعلم الحاجه علشان نشتغل. فانت محتاج الليرنينج كيرف في عالم التطور فيه سريع جدا جدا. فمهم جدا الليرنينج كيرف تركز عليه، الا لو انت الليرنينج كيرف مش هتهتم بيه قوي وعندك البدائل المتاحه ليك. دي نقطه ثانيه. الافيلابيلتي، الاتاحه. انا ممكن هتعلم مجال معين بس المصادر بتاعته كلها مدفوعه وانا مش هدفع. ينفع اتعلمه او ابدا اتعلم فيه؟ مش معايا. ممكن يكون اصلا التولز اللي انا عاوزها عشان اتعلم مش متاحه. انا محتاج اتعلم اي او اس بس مش معايا ابل اصلا، مش معايا ماك، مش معايا حاجه خاصه بابل، منتجات ابل اصلا نفسها مش معايا. طب هتست على ايه؟ هلاقي حلول بديله رخمه، مش سهله ومش حلو. حلول بديله لو انا عاوز ابقى اي او اس ديفلوبر بالشكل ده، طيب خلاص يا عم هتعلم اندرويد لان معايا جهاز اندرويد ومعايا الجهاز بتاعي اقدر اتعلم. تمام. ده ما يمنعش انك تتعلم اي او اس على فكره، فيه زي ما قلت لك بديل بس تحايل، ما هواش الاساس. ضروري يكون معاك ماك، ضروري جدا يكون معاك ماك. فهل الاتاحه بتاعتك موجوده ولا لا؟ اخيرا وليس اخيرا الباشن، الشغف بقى ممكن تحطه في المعامل بتاعك. يا ريت والله لو توفرت كل الحاجات دي، الجوب ماركت والكوميونتي والسبورت والنيدز والليرنينج كيرف والافيلابيلتي، وعندك شغف في الحاجه دي. يعني مثلا مجال من المجالات زي الفرونت اند مثلا عليه طلب كتير، او موبايل ديفلوبمنت بشكل عام عليه برضو طلب كبير، هتعلمه وكلهم فيهم الكلام ده، الجوب ماركت والكوميونتي والسبورت والنيدز والليرنينج كيرف والافيلابيلتي والباشن. يا عم معايا يا باشا، يعني جات لك من واسع، اتفضل توكل على الله على طول. يبقى انا بشوف الحاجات دي عشان اقدر احدد التراك بتاعي واقدر اقول انا هتعلم الحاجات دي. تقدر تتعلم موبايل فرونت اند، الايكون دي للفرونت اند. انا دلوقتي بسبورت ليك لو انت هتبتدي تتعلم المجالات دي بشكل عام. في مجالات كتيره جدا لكن هسبورت لك دول من ضمن المجالات. طب هل الباقيين ما فيهمش شغل؟ فيهم شغل. هل الباقيين مش مطلوبين؟ مطلوبين. بس انا بسبورت، ده رايي، دي وجهه نظري الشخصيه من احتكاكي بالسوق. عندك الفرونت اند عليه طلب كبير جدا جدا، عندك الباك اند بالتراكس المختلفه ليه، وفي تراكس ليها اولويه عن تراكس تانية مطلوب جدا 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 كمان. عندك الموبايل ديفلوبمنت بالتراكس بتاعته سواء كروس او نيتيف بشكل عام. الكروس جواه فلاتر وجواه زامرين وجواه عندنا فلاتر وزامرين وعندنا رياكت نيتيف، كل دي كروس. وعندنا بقى لو انت هتتعلم اندرويد تتعلم كوتلين مثلا او جافا، او تتعلم اي او اس تتعلم سويفت. كل المجالات الخاصه بالموبايل ديفلوب عليها طلب، براحتك اختار اي حاجه فيهم واشتغل، مفيش اي مشكله. الاي اي عليه طلب، لا ننكر انه عليه طلب، بس هتواجهك شويه مشاكل في الليرنينج كيرف الخاص بيه. دي نقطه مهمه جدا تعمل حسابك عليها تمام من دلوقتي، عشان الماشين ليرنينج مشاكل الماشين ليرنينج جوه الاي اي، فاهم؟ هتلاقي شويه برضو حاجات جاوب عليها مع نفسك بناء على الاسئله اللي احنا قلناها هنا. جاوب عليها وشوف هل معاك ولا ما معاكش، هل دول متحققين ولا مش متحققين، وتوكل على الله. خد القرار بتاعك، القرار قرارك مش قراري. انا برشح لك اكتر 3 مجالات: فرونت اند، باك اند، والموبايل ديفلوبمنت. دول اكتر 3 مجالات عليهم طلب في سوق العمل بشكل عام، بالتخصصات بقى جواهم بقى باللغات الخاصه بيهم، لان جواهم تراكس وجواهم تخصصات وجواهم مجالات جواهم. فانت شوف اي حاجه فيهم وابتدي بيها الاول، وبعد كده لو انت عاوز تتخصص في الاي اي تخصص في الاي، عاوز تتخصص في الماشين ليرنينج تخصص في الماشين ليرنينج، عاوز تتخصص في الجيم ديفلوبمنت تخصص في الجيم ديفلوبمنت، سايبر سيكيورتي، داتا ساينس روح داتا ساينس، داتا انجينيرنج وات ايفر، براحتك اتخصص في اللي انت عاوز تتخصص فيه. بس انا قلت لك رايي. اخيرا بقى وليس اخرا، في عندنا شويه رولز مهم جدا جدا يكونوا عندك علشان تدخل اي مجال، هتلاقيهم ثابتين معاك. فلو انت اتبعت الرولز دي وانت لما دخلت المجال خلاص واخترته، يعني لو انت عملت فولو للرولز دي صدقني هتوصل ان شاء الله على خير، وهتلاقي اول وظيفه ليك مع بعد فتره مش كبيره. اشوفكم على خير، نتكلم فيها ان شاء الله في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.